السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مخلل حلوة جدا بطريقة بسيطة. نقول بسم الله ونبدأ المكونات بتاعتنا. معانا طبعا هنا الزيتون بتاعنا، معانا طبعا هنا جزر وعصفر وهريسة شطة وحبة البركة وحاطة ملح وخل. بسم الله. على بعضها بالشكل ده. طبعا هو عشان كنت مفرزاه في الفريزر اللي كنت عامل الليمون. معلقة كمان ونحط ملح رشيدي، ويقولوا الملح الرشيدي بيبقى كويس في التخليل وكده. بحط كتير عشان انا حاطه ملح قبل كده. عندي هنا حوالي نص كيلو من الليمون، هبتدي اقطعه كده شرايح بالشكل ده. علشان احطه في الزيتون. او تعملي حاجه بقى، يعني هعمل نصه كده واعمل الباقي هعصره. تمام، هعمل يعني كده. تروحوا عاملين بالشكل ده كده اهي. لو تعملوا كده تروحوا عاملين كل واحد تعصروها بالشكل ده كده، بحيث انها تنزل الميه بتاعتها كده. بحيث ان الليمونه لما تستوي متبقاش حجمها كبير، يبقى حجمها سميك كده. هنكمل باقي الليمون بالشكل ده. سهل جدا وبسيط جدا. نحط عليه بقى شوية زيت. لو زيت زيتون يبقى حلو جدا بصراحة. لو زيت زيتون عندك يكون حلو. أهم حاجة يكون زيت نضيف، ميكونش بتاع التموين وليه ريحة.
خلاص قطعت كل الجبن بالشكل ده كده من الأعصاب. طبعا هريسة الشطة ديت بصراحة حامية جدا. انا هسيبه بقى في قلب الطبق بتاعه ده، هيبك المية بتاعته كلها، هيطلع مية. وطبعا لازم تعمليها في حاجة بلاستيك او حاجة ستانلس، مينفعش ألمونيا عشان خاطر الملح مياكلش في الألمونيا. خلاص كده انا خلصت الكمية اللي موجودة معايا. هو انا ما عصرتهاش قوي، بس هو اصلا الليمون فيه مية. طبعا عندي هو زيت نضيف اللي هو زيت شطارة، اي نوع زيت بس يكون نضيف. بسم الله. بس منحطش كتير يعني، انا اصلا جايبة كيلو وربع، مش كمية كبيرة عشان عاملة زيت ليمون كتير. كده 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 كده. بصوا ما شاء الله بيلمع ازاي من الزيت. عايزة اقلبه كويس جدا علشان ياخد من كل الميكس اللي انا بعمله ده. هسيبه بقى لحد ما الزيتون ياكل فيه الملح كويس قوي، يفضل يعصر فيه كده، وبعدين نحطه في برطمان ونقفله. يفضل قاعد عندك بقى من السنة للسنة. بالشكل ده كده. كده خلاص المكونين الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في فيديوهات جديدة. مع السلامة.